على فكرة أنا كل فيديوهاتي هي ما هي إلا تحفيز للناس، نصايح للناس، تحفيز للشباب إن هو إزاي يتعلم، إزاي يبني مستقبله، إزاي إن هو يبقى كويس في حياته قدام. لأن في ناس اتكلمت معايا في الموضوع ده إن أنا بعصي الناس وبقوي الناس إن هي تسيب شغلها، إن هي تسيب مرزقتها. لا، أنا مش قصدي كده خالص. أنا قصدي إن أنت لو شغلك اللي أنت فيه مش عايد عليك بفوائد نفسية وتعليمية ومهنية ومادية وكل حاجة كويسة تخليني ابقى كويس، لا انا اسيبه. إيه اللي هيخليني اقعد في مكان انا مش بتعلم فيه، انا مش بكبر فيه، انا العائد المادي بتاعه تعبني وعمال اشتكي؟ انا ايه اللي يخليني اقعد في مكان زي كده؟ خصوصا لو انت سنك صغير. يعني انت لو سنك صغير وشايف ان المكان بتاعك في الحاجات دي، ان انت ما بتتعلمش، ان انت ما بتكبرش، ان في حاجات كتير مش مظبوطه فيه، لا امشي وشوف كارير تاني. بس ما تسيبش شغلك طبعا الا لما تلاقي شغل. دي حاجه طبيعيه ان احنا ما ينفعش الواحد يقعد في البيت. بس فانا كل كلامي ان انت ما تقضيش عمرك في مكان انت ما بتكبرش فيه. ما تقضيش عمرك في مكان انت ما بتحققش حلمك فيه. ما تقضيش طول عمرك في مكان انت مش عايد عليك ماديا كويس، مش معيشك عيشه كويسه. هي الفكرة كلها كده. انا بقولش الناس سيبوا شغلكم، لا يا عم، انا عندي استعداد اقعد 20 25 30 سنة في شركة، بس شركة اكون بكبر فيها، دخلت فيها صغير، اتعلمت وكبرت وبقيت حاجة فيها. لكن افضل 20 25 سنة في شركة واحدة، ان انا افضل زي ما انا موظف او بوزيشن صغير او لا، ما هو العمر بيعدي. يعني العمر بيجري بينا ومش سابقنا بكتير. لعيب الكوره بيفضل لعيب كوره لغايه سن 30 35 سنه، 40 سنه ماكسيموم بيفضل يلعب ويجري ويتنطط في الملعب. بس بيجي عليه وقت لازم يبقى مدير فني، لازم يبقى مدير كوره. هي نفس الفكره في اي مهنه خلقها ربنا واي شغلانه خلقها ربنا. ان انت وانت صغير بتجري وبتتنطط وبتتعلم وبتروح وبتيجي والكلام ده كله، لكن هيجي عليك وقت صحيا وعقليا مش هينفع تعمل اللي كنت بتعمله وانت شباب. فالطبيعي ان انت تعمل لنفسك اما تكبر. اما تكبر ان انا اتعلم، اكبر في مهنتي، اتطور في مهنتي، اشوف مهنتي محتاجه ايه عشان اكبر فيها واعمله. لكن انا ما افضلش قاعد في مكان 25 ولا 20 سنه ولا 30 سنه وافضل زي ما انا، افضل موظف زي ما انا، بزيد لي كل شيء كل سنه زياده ضعيفه وما بكبرش ما بعملش. في حاجات كتير من الحياه كلها مش شغل بس، في الحياه تشغيل دماغ. تمام. فمحدش يقول الكلام ده عشان انا ما بعصيش حد على شغل. لا، انا بقول للناس اكبروا، بقول للناس غيروا من حياتكم، بقول للناس التغيير مش وحش. لكن ما يفضلش زي ما قلت برضو ان انا افضل 20 25 سنة في شركة وعلى وضعي وزي ما انا. لا، ده مش صح. لا، اكبر، اتنطط، روح شوف فكر تاني، روح اتعلم مهنة، اتعلم في مهنتك مع ناس تانية، اتعلم مع ناس بتفهم، اتعلم مع ناس عندها خبرة. كل ما هتتنطط هتاخد معلومة من كل مكان، هتاخد بوزيشن لغاية ما توصل لسن معين وتلاقي نفسك بقيت بوزيشن حلو، الشركات تبتدي تتخانق عليك. لكن مش هتتخانق عليك وانت بقالك 30 سنة في شركة بتعمل اللي بتعمله من 30 سنة، هو ما اتعلمتش جديد. فده مش صح. تمام. السلام عليكم.